السلام عليكم. كما كيعرف الجميع سعد بوجنان غني عن كل تعريف، الشخص المحبوب لدى الكبار والصغار، الشخص اللي كل شيء كيشهد على حسن الخلق اللي كيمتاز به، كيقود الجماهير في الممشى وفي مرتاح له. اللي نتمناو له حنايا انه الكل يقف وقفة رجل واحد مع هذا الانسان المحبوب. كنتمناو له جميعا الشفاء العاجل، وكل واحد اللي يقدر يساهم من بعيد او من قريب باي حاجه ماديا معنويا، واقل ما يمكن الواحد انه يديره هو انه يدعي له بالشفاء العاجل. ونتمناو له من هذا المنبر ربي يعافيه ويردوا للمجموعه ويولي يقود الجماهير ان شاء الله في المقابلات ديالها. بهذه المناسبه دي كنطلب من الله سبحانه وتعالى يشفي صديقنا، والقائد ديال اللاعب رقم 12 هو السي سعد اللي جرته في البيت ديالو ولقيته في واحد الحاله. بالطبع اني مريض جدا، ولكن كنتمنى من الله سبحانه وتعالى بالطب الحديث ان ينجو من هذا المرض، ولا كان عنده الايمان ديالو في الله سبحانه وتعالى ويكون عنده الثقه ان شاء الله غادي يوقف على رجليه. وحنا نتمناو هذه السنه هذه يكون يرجع المدرجات ويلعب ذاك القائد رقم 12 ديال الجمهور البركاني. هو منا وحنا منه، حنا الان كنا عائله وحده، وتا عائله ما كتبغيش فرد من الافراد ديالها يغادرها. وتنتمنى ليه بون سونتي وان شاء الله بون ريتابليسمون في لي جور افونيغ. المناسبه بالحق مناسبه اليمه، نحتاجوا كثير لسي بوجنان، لانه كان هو الدعامه الاساسيه والرئيسيه للالترا، واللي نتمنوا الله سبحانه وتعالى الله يشافيه في هذا النهار، الله يطول له عمر، الله يشافيه والله يحفظه لنا، ويا ربي تشافيه في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. حاجه شي مساعده من الجانب ديالي ما كان حتى شي اشكال، نكون انا اول مساهم ان شاء الله، باش لنا صدقه في هاد الناس ديال اللي يكونوا مرضى بحال هكا ويكونوا ناعسين في زوبيتو ولا، فتبقى صدقه جاريه لهم الدين ان شاء الله. ونوعدكم ان شاء الله انا نساهم بعد المساهمه ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. شكرا. الرحمن الرحيم. فاول كلمه نقدر نقولها نتمنوا الشفاء العاجل للاخ ديالنا سعد، فهو واحد بينا، فنتمنوا من الله الشفاء العاجل. فهو في الكل يعرفوا، فهو ضحى على الفرقه، ونتمنوا حتى حنايا نكونوا زعما في جنبه في هذه اللحظات هذه، ونتمنى من الله الشفاء العاجل وكل شيء. وحتى العائله ديالو كتفوت بواحد الحاله، فانا مشيت عنده للدار وشفت الحاله ديالو، فهي حاله صعيبه زعما الصراحه. فصعيب تشوف زعما تشوفه في ديك الحاله، راه بزاف زعما. نتمنوا من الله الشفاء العاجل ديالو، وربي كبير ما تقدر كاع تعرف منه. ان شاء الله نتمنوا له الشفاء ويرجع كما كان ويرجع للاهل ديالو، فهم كيمروا بواحد الحاله صعيبه. حنا دور كلاعبين خصنا نساندوه في هذه المحنه ديالو، ونتمنى من الله يشافينا ويرجع لنا الاخ ديالنا سعد، فهو واحد بينا، وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. ان شاء الله. انا بالنسبه لي شفت سعيد بوجنان في المنزل ديالو، وكان الاخوان ديال الالترا انهم عيطوا لي، شفت هذيك الحاله ديالو الصراحه. الانسان كيستنى الرحمه ديال الله، لانه عندي واحد التجربه مع الاخ ديالي البرازي عبد القادر، نفس المرض اللي قاس الاخ ديالي كيعاني به خويا بوجنان. ولكن شنو غادي نطلبوا؟ كنطلبوا من الالترا والناس ديال بركان وكاع على الالترا كاع اللي كاين على الصعيد الوطني، انه يدعوا له بالشفاء والمغفره، والانسان كيستنى رحمه الله. هذا الشيء جا قدر الله، كنسمع كاين الحاجه اللي كتجي من قدر الله، الانسان ما عنده ما يهرب ليها، والانسان كيدعوا له بالمغفره والرحمه. لحد الساعه راه في الانعاش، راه كل شيء الاطباء دايرين منه، والعائله ديالو واقفه عاطيه ما فيها من الجهد ديالهم ماديا ومعنويا، والناس كاع متعاطفين معاه، لانه انسان اللي خلى البصمات، وكان من الناس الالترا اللي عطات واحد الصوره جميله لمدينه بركان والجمهور البركاني. كنتمنوا الشفاء العاجل للكابو ديال الترا اورانج بويز، وحنا اسره واحده، فاحنا معاه ماديا ومعنويا باش يتجاوز هذه الازمه ديالو. فالحمد لله حنا اسره واحده، واي واحد كيشتكي في الاسره فاش كيشتكي الفرد، فالجماعه كتسهر على انه يكون ان شاء الله في احسن الاحوال. شكرا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جميع اللاعبين ديال النهضه البركانيه، فكنتقدموا بالشفاء العاجل للاخ ديالنا
سعد بوجنين اللي ان شاء الله كنقولوا له حنا معاه وكنطلبوا له الشفاء العاجل، وحنا راه نساندوه في المحنه ديالو ويرجع لنا ان شاء الله باش يرجع لنا للمدرجات ونشوفوا امامنا في الملعب ديالنا. ومره اخرى كنتمنوا له الشفاء العاجل وباش يكون معنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم جميع جمعية حكام بني زناتن نتمنى الشفاء العاجل للكابو سعد بوجنان كابو إلترا أورانج بويز، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، وكنتمنى للجمهور البركاني كل التوفيق والنهضة البركانية. نتمنى من الجمهور البركاني أنه يزوروا ويتواصل معاه ويدير يديهم في يديه ويوقفوا معه في هذه المحنة الصعيبة، ونجدد نقول الله سبحانه وتعالى أنه يشافيه ويأزره ويكون بجنبه. نتمنى للسي سعيد بوجنان الشفاء العاجل، الشفاء العاجل، و نتمنى له يعني الله يعني يشافيه ويعود للساحة الرياضية في القريب العاجل ان شاء الله. ونتمنى النهضة البركانية التوفيق في الموسم الاحترافي الجديد، ونتمنى يعني لهذه المدينة ازدهار في جميع المجالات الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ سعد بوجنان نتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى من الله أنه يطلق سراحه، ونطلبوا من المحسنين يعاونوا هذا السيد، يعاونوه، لأن إنسان اللي أعطى الكرة البركانية وكان غيور على الفريق البركاني، خاصة الباسكيت والهوند والفوت، لأن يعتبر هذا الشخص رقم 12 كلتا الجمهور، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ اللي صابه الله تعالى من هذا المرض اللي مرض عوضان، نطلبوا له الشفاء العاجل، ونطلبوا إن شاء الله ربي يشافيه في أقرب وقت ويرجع للمدرجات كما كان بكري، لا بالنسبة لكرة القدم ولا بالنسبة لكرة اليد ولا بالنسبة لكرة السلة، ونطلبوا الله يشافيه، ونطلبوا الله يشافيه كل واحد اللي مريض. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم منظمة الكشاف المغربي نتمنى الشفاء العاجل لأخينا سعد بوجنان أحد عناصر أورانج بويز، وإن شاء الله الجماهير البركانية راه تستناه باش ان شاء الله يشاطرها الافراح ديالها مع الفريق البركاني. وهذه المناسبة نشكر جميع الانصار ديال النهضة البركانية اللي كيناصروا النهضة البركانية، وعلى راسهم اخينا والانسان الطيب الحنون سعد بوجنان اللي نتمنى له كل السعاده. وحنا هذه المناسبه هذه المرحله في اشد الحاجه مسا اليه، لانه اعطى الكثير لهذه المدينه بطيبوبه قلبه وحبه للنهضه البركانيه وسمعته الطيبه، كيف لا وهو ابن عائلة رياضية بامتياز. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنيابة عن رابطة المواقع الإلكترونية وجميع المواقع المتواجدة بمدينة بركان، اليوم كنفتقدوا اللاعب رقم 12 اللي هو سعد بوجنان اللي غاب عن المدرجات في المباراة الافتتاحية. نتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى للاعب رقم 12 أنه يعود للمدرجات، ونقول لك سعد حنا معاك بقلوبنا، والجماهير البركانية كتفتقدك. تحياتي ونتمنى لك الشفاء العاجل. بصفتي مدون وصحفي الكتروني مدينة بركان، كنتمنى الشفاء العاجل الاخ ديالنا سعد بوجنان اللي صراحة كنا نعرفوه بالرجل صاحب الاخلاق الطيبة، والرجل اللي كان دائما هو الاول من يشجع نهضة بركان واخر من يغادر الملعب. سعد بوجنان كان دائما يقف مع نهضة بركان في السراء والضراء. سعد بوجنان الصوت ديالو والاشعار ديالو والجولات ديالو خلال المباريات ديال النهضة البركانية تشهد له جميع قاعات وجميع ملاعب المدن المغربية. سعد بوجنان اليوم
كيعاني وفي السابق كان كيضحي بالوقت ديالو من اجل الفريق. اليوم كابن من ابناء مدينه بركان كنقول لجميع الجماهير النهضه البركانيه، كنقول لجميع الغيورين على فريق نهضه بركان انهم يتواصلوا مع سعد، انهم يزوروه، انهم يدعموه. يعني سعد بوجنان اليوم كيحتاج لانه يشوف الاصدقاء ديالو ويشوف الناس اللي كان يحبهم انهم يكونوا في جنبه في هذه الساعه. سعد بوجنان صعيب باش انك توصفه، باش انك تقول عليه واحد الكلمه. سعد بوجنان ان شاء الله يعني من خلال هذا المكان نقول لك اخويا سعد بالله ان شاء الله هي تبرى ديال الكوراج وتولي المدرجات.